براند عنده فرع بيندب محل عنده 200 فرع جوه مصر وبره مصر، وعلى راي عمرو بيلا الراجل الازرق. عمرو بيلا بيقول على البراند ده الراجل الازرق زي ما قال في وزير الحلو. المهم كنت بقلب على الفيس لقيت براند اسمه نوجا عندنا في طنطا في الاستاد، بيقول لك تعال خد من عندنا البتاع الغريبه اللي هو كاتبها، لازم يقول كده ايه اسامي غريبه، خدها نص كيلو. بس هم طلعوا كدابين، الناس دي كدابه. نوجا ده فرع كداب. قول لي ليه؟ جيت اوزنها ولا خدها نص كيلو على الميزان، جيت اوزنها لقيتها 710. فقال كده هو غلط وهزود لنا، ومش انا اللي جبت الاوردر، هو ما يعرفنيش اصلا. حتى لو انا جبت الاوردر يعني مش اشهر واحد في مصر. المهم المفروض بقى مكونه من ايه؟ رز بلبن بالكريمه اللباني وفاكهه الموز ومانجا، بقول لك كل ده فريش، ولوتس ونوتيلا وايت شوكليت ومكسرات محمصه وفريش. كل حاجه عنده فريش يعني. بس البراند ده انا اكتر حاجه بحبها عنده المانجا. بس اكتر حاجه عجبتني عنده ان الشكل اللي هو حاطه في الصوره هو نفس الشكل اللي عندي. تاني حاجه بعد التغليف، يعني دي جايه لي كده متغلفه وستريتش، لا حاجه محافظه على نفسها، غير براندات تانيه كتير قوي ولا تحس باي حاجه. قول بسم الله كده بقى، المشكله ده مش هيخلص في معلقه واحده. انظر يا جدعان مش هينفع. بسم الله. بامانه عظمه. عندي بس كام ملاحظه كده بساط. هي جميله بس كله نشف في نشف. يعني ايه؟ رز بلبن مع الموز مع المانجا مع كل ده محتاجين حاجه سايله كده في النص. فلو كان عليها عصير مانجا هتدخل قلبي في اسرع ما يمكن دخوله يعني. عصير مانجا. بس اعتقد بقى لو حط عصير مانجا مش هينفع الشوكولاته والحاجات دي من فوق، فممكن يعني ايه يقللوا الشوكولاته ويسيبوا الكندر، يعني ايه يبقى ليها لعبه كده، يعني ايه يتعبوا هم شويه يشوفوا ان هي تبقى احسن. بس عصير مانجا هتبقى جامده. ونقطه تانية ان المانجا قليله، الموز اكتر عشان هو ارخص، المانجا غاليه فالمانجا قليله. البتاع ده سعره 70 جنيه، بس انا كنت محتاج مانجا اكتر. خلصنا كده الفيديو بتاع نوجا، ندخل بقى على استاذ بلبن. جالي تعليقات كتير قوي على الفيديو اللي انا عملته على بلبن، على البمبوزه والكلام ده كله، اللي انا اجرب فرع تاني. فانا من وجهه نظري اديله فرصه واروح اجرب فرع تاني غير اللي انا جربته هنا، غير الفرع هو لي فرعين في طنطا، انا جربت واحد، اروح اجرب الواحد التاني، ولا كفايه عليهم الفيديو اللي فات يعني ايه كان جامد بما فيه وكان قاسي بما فيه كفايه. طبعا مش محتاج اقول لكم، كان معكم عبد الرحمن الجبري اللي مش فود بلوجر، عنوان نوجا في الاستاد قدام ملوك المشويات على طول. سلام.